وزي ما اتكلمنا عن غابات الأمازون وجمالها وإبداع الخالق عز وجل، كان لازم نتكلم عن نهر الأمازون واللي هو أغرب وأعجب. نهر الأمازون هو أكبر نهر في أمريكا الجنوبية وأكبر نظام تصريف في العالم من حيث حجم تدفقه ومساحة حوضه. الطول الإجمالي للنهر من المنبع في جبال الإنديز جنوب بيرو للمصب في المحيط الأطلسي على الساحل الشمالي الشرقي للبرازيل حوالي 6437 كيلومتر، واللي هي تقريبا قد المسافة من نيويورك لروما، وبكده يبقى أقصر شوية من نهر النيل. وكمان فهو عكس نهر النيل في إنه بيمشي من الغرب للشرق. وعلى العموم فطول نهر الأمازون ومنبعه كان موضوع للنقاش من نص القرن العشرين وما زال إلى الآن. مساحة حوض نهر الأمازون، وهو أكبر الأراضي المنخفضة في أمريكا الجنوبية، حوالي 7 كيلو متر مربع، وهو تقريبا ضعف مساحة نهر الكونغو في أفريقيا. وطول الحوض حوالي 2780 كيلو متر من الشمال للجنوب عند أوسع نقطة ليه، وبيشغل الجزء الأكبر من البرازيل وبيرو وأجزاء كبيرة من كولومبيا والإكوادور وبوليفيا ومنطقة صغيرة من فنزويلا، وتقريبا حوالي تلتين مجرى الأمازون الرئيسي وأكبر جزء من حوضه موجودة في البرازيل. رغم ان اسم الامازون بيستعملوه للنهر كله، الا انه في التسمية البيروفية والبرازيلية اسم الامازون بيتسمى بيه اجزاء بس من النهر مش النهر كله. يعني مثلا في بيرو بيتسمى المجرى الرئيسي العلوي اللي جاي من جبال الانديز لحد ما بيتقابل مع نهر اوكايالي باسم مارانيون، ومن هناك لحد الحدود البرازيلية بيتسمى امازوناس. وفي البرازيل بيتسمى النهر اللي جاي من بيرو لحد ما بيتقابل مع نهر نيجرو باسم سوليمويس، ومن نهر نيجرو لحد المحيط الأطلسي اسمه أمازوناس. العجيب والغريب في نهر الأمازون هو التنوع البيولوجي بتاعه، حاجة ميكس كده بين الأسماك العملاقة اللطيفة والأسماك الصغيرة المخيفة، وأنواع تانية لسه محدش يعرف هي عبارة عن إيه. يعني لو مثلا ربنا كرمك في يوم من الأيام ورحت زيارة لنهر الأمازون وواحد صاحبك بيحبك راح زقك جواه، وقتها هتقابل مخلوقات جميلة جدا زي سمكة الأربيمة اللي تعتبر واحدة من أكبر أنواع أسماك المياه العذبة على الكوكب. وممكن كمان تشوف سمك السلور العملاق، وبالرغم من إن حجمه كبير إلا إنه عملاق لطيف. أو بقى يكون حظك هباب وتقابل سمك البيرانا المتوحش اللي تقريبا السمكة الواحدة منه في حجم كف الإيد للإنسان البالغ، لكن سنانها أجارك الله حادة جدا ومش بتاكل غير اللحوم. هي في الطبيعي بتاكل الأسماك التانية، لكنها مش هتسيب أي حيوان أو إنسان يدخل المية اللي هي موجودة فيها ويطلع عادي. أو بقى يكون حظك مفيش منه وتقابل سمكة قرش الطور. ما تستغربش، أصل النوع ده موجود في الأمازون عادي. وكمان في دولفين البوتو اللي ممكن يوصل طوله ل2.5 متر، وهو كمان معروف باسم الدولفين الوردي. لكن ما تخليش الاسم الجميل ده وإنه دولفين يغرك، لأن النوع ده من الدلافين مفترس وما يختلفش في حاجة عن القرش.